السلام عليكم. النهارده هنعمل حاجه حلوه كده ونزينها كده بالكريم شانتيه وبالشوكولاته كده. حاجه تقولي كيكه، تقولي جاتو، تقولي تورته. حاجه سهله جدا، تنفع في العيد ميلاد، تنفع في اي مناسبه، تنفع وانت قاعده انت بالليل انت وعيالك كده. تعمل لهم حاجه حلوه بدل ما تشتريها من بره. اول حاجه هنعملها، هنعمل السوائل مع بعض. هنحط اول حاجه هنحط كوبايه الا ربع زيت. بسم الله كده. وبعدين نحط كوبايه ونص سكر. كوبايه ونص سكر، ادي دي كوبايه. وبعدين هنحط كوبايه كمان، نص كوبايه، نص كوبايه سكر. ماشي. بعدين هنحط، خلي بقى اللبن في الاخر، نحط الكاكاو. انا بس جايبه ب10 جنيه كاكاو يا جماعه، هو ده اللي هحطه. ماشي. هنحطه كده مع بعض، هنطلع منه صوص، والباقي هنحط عليه بقى الايه، نكمل بقى الكيكه بتاعتنا. بس هاتي كاكاو نظيف، هاتي كميه قليله بس كاكاو يكون نظيف. بعد كده بنضربهم كويس مع بعض كده. بسم الله كده، ونضربهم مع بعض. ده بقى ايه، مضرب صغير. نجيب بقى مضرب صغير كده عشان يضرب الصوص حلو. وبعد كده هنكمل في الخلاط عشان السكر كله يدوب، عشان بقى يبقى ريحته جميله وتحفه كده. هتبقى كيس فانيليا حلو كده وتروح حطاه. نحط بقى كيس الفانيليا كده ونضرب كويس قوي. واحنا بنضرب نلم بقى كل الكاكاو اللي على الحروف دي عشان ايه، تندمج. انت بقى تكملي في الخلاط، بس لازم تعملي الخطوه دي عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. عشان السكر لما تحطيه كميه على بعض بتاثر على الخلاط. ماشي. هتحطي بقى كوبايه اللبن الجميله دي، يبقى عندك احلى صوص. حاولي اقلبي كده. هنقلب دولت ونرجع تاني نقلبهم تقليبه حلوه. هناخد بقى شويه كده صوص كده نزين بيه، والباقي هنكمل بيه ايه، خليط الكيكه بتاعتنا. كده خدنا نص الصوص هنزين بيه، والنص التاني هنكمل بيه بقى خليط الكيكه. اول حاجه نحط بقى ال3 بيضات بتوعنا. بسم الله كده، بسم الله يا جماعه كده، وتبقى جميله جدا. حاجه ما تكلفكيش ولا الهوا، حاجه موجوده في بيتك هتعمليها بدل ما تشتريها ب200 جنيه. حاجه تحفه يعني. بس اعملي الخطوات اللي بقولك عليها. حطينا 3 بيضات، ممكن تتعمل ببيضتين بس يعني انا كان عندي البيض. ماشي. تبدأي تضربيهم كده. حلوة كده، تبقى ايه، متجانسة. شوف حتى هي فتحت عشان البيض. تاني حاجة نجيب بقى الدقيق. هنحط 3 كوبايات بس، هنحط كوباية كوباية ونقلب. نحط 3 كوبايات دقيق. عايزة بقى تقليبة حلوة عشان الصوص تقيل. ممكن بقى هو لو تقل منك خالص بتزودي بقى الايه باللبن. لو ما عندكيش لبن حليب يعني، حطي لبن بخير، وحطي معلقة كبيرة على كوباية لبن يعني. لبن بودر. ماشي. ادي اول كوبايه. حطي بقى كده ايه، تاني كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه يا جماعه الدقيق، مش لازم تعملي سبونج كيك. انا بستخدم دايما الدقيق اللي هو ايه، جميع الاستخدامات ده بيبقى تحفه برضو في الكيكات.
هو تقل معايا، هضطر بقى احط كوبايه ايه لبن. احط بقى حبه بحبه عشان يتحلوا بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مش سايل ولا حاجه، مش هيفك منك. ليه؟ لان هحط كمان ايه، حسب بقى نص كوبايه او كوبايه كامله، حسب ما يظبط معايا الايه القوام. ماشي. قلنا يا جماعه الحليب برضو بالبودر بيبقى حلو، الحليب نيدو، اي نوع حليب عندك بودره. طبعا احنا ايه دايما بننسى البيكنج باودر، تحطي كيس كامل بيكنج باودر. انا بستعمل اللي هو اي كيس بيكنج باودر يا جماعه، ده اسمه ايه، لو يبقى كيك شيف يبقى احسن. بقلب كده. الفانيليا ما حطيت شويه وشويه، حطيت شويه في الصوص وشويه بقى عشان البيض اللي انا حطيته. ممكن لو عندك كيسين فانيليا حطي، بس ما تكتريش فانيليا عشان ما هي بتعمل مراره. اكمل اضربهم حلو قوي وارجع تاني. هنزود بقى عشان نحط كوبايه لبن كمان. ديت اخر كوبايه دي 3 كوبايات دقيق. تلمي بقى، تلمي وتربي جامد خالص. سهله، ولا مضرب كهرباء ولا حاجه، حاجه سهله كده وانت قاعده. كده قوامها ممتاز، تحفه جدا. ما تقوليش بقى احنا خدنا السكر لا، هي حلوه، انت لسه هتعملي عليها التوبينج، هتحطي عليها صوص الشوكولاته وكمان الكريم شانتيه. في الاخر يا جماعه بقول لكم الحساب بقى كلفنا كام، حاجه ما تستاهلش خالص. كده قوامه ممتاز. ازاي بقى اعرف قوامه؟ ان هو ما يقطعش. بصوا ينزل حته حته كده. بعد الكاميرا شويه، ايوه، ينزل حته حته ما يقطعش معايا. ماشي. بعد كده هنجيب بقى ندهن بقى ايه، شويه زيت كده وندهنهم كده. تبتدي بقى تدهنيهم عفرة دقيق كده، بس ما تسيبهاش، هتبتدي برضو زيادات ترميها عشان تبقى حلوه وما تحرقش منك. حطيها كده على الجناب. ماشي. وبعد كده تبتدي بقى ايه، تعمليها زي ما انا بعملها كده بالظبط. انت كده بتعملي لها ايه، تبطينه. ماشي. هي كده شربتها. بعد كده بقى نبتدي لسه في الجنب ده، الجنب ده لسه عشان كده ما نزلتش. تبداي بقى تمشيها بقى على الحروف كمان. بعد ما نزلتي بقى زيادات صبيها بقى عادي كده. بسم الله ما شاء الله، جميله وسمكها حلو، وبألف هنا وشفا بقى على اللي ياكل. طبعا انت عارفه التسويه بتاعها، بتاعه التورته او الجاتو او اي حاجه، تسويه واحده 180 درجه، تحطيها في الرف اللي في النص. ماشي. نبتدي بقى نوزعها كده. وتعملي كده عشان الفقاعات اللي فيها تطلع. نجيب نص معلقه لبن بودره كده، حاجه كده بسيطه، ومعلقه سكر. نقلبها حلو كده عشان احنا بقى طلعناها من الفرن. بصوا التبطينه يا جماعه، ولا سبونج كيك ولا اي حاجه. عايزاها تقسميها، انا مش هقسمها، ممكن تكحتي عليها بس عايزه، انا كحت منها شويه وهي جميله ومفتحه بالمسام، مفتح مستعد لاي سيرب عندك، اي سيرب. هنبتدي بقى الايه، السيرب ده معلقتين سكر كده، يبقى عامل زي النايتي، تحفه جدا. كان عندي كيس لبن نيدو كنت بزود بيه. احط بقى شويه كده. بصوا طالما شربت يبقى الايه، الكيكه كده نجحت. ثانيه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. نوزع كده السيرب عشان تبقى طريه من جوه.
تبقى طريه وحلوه زي النايتي بالظبط. اي سيرب عندك يا جماعه موجود عندك. ماشي كده بقت مستعده للتزيين. عايزه تقسميها ماشي، مش عايزه تقسميها انا هدهن على طول. ده بقى الكريم شانتيه يا جماعه. ده كوبايه لبن على ربع كوبايه الكريم شانتيه اللي هو الخام، كريم شانتيه خام، ومعلقتين سكر. تحفه جدا يا جماعه. وهي ربع يعني، انا جبت ب10 جنيه كريم شانتيه ساده من غير سكر. ماشي وعملته بسكر سنترفيش، هو ده اللي مديني القوام ده. بصوا يا جماعه ده مش بسكر بودر ولا يديك الايه الوقفه بتاع الكريم شانتيه دي. ماشي هناخدها كده. يعني انا يعتبر جبت ب10 جنيه كاكاو وب10 جنيه كريم شانتيه. ابتدي كده ادهن كده حاجه كده ايه يعني ايه حلوه كده تاكليها بالليل. اعمليها حاجه بسيطه كده. حد نجح كده جاب في الامتحان فول مارك حاجه يبقى تحفه كده وشكله حلو. هكمل بقى دهان ليها كده وارجع تاني. يبقى شكلها كده مدمجاها مع بعض يبقى تحفه. مع كريم شانتيه مع الصوص، وبعدين حطينا بقى البشر الشوكولاته حاجه جميله كده، ونقطعها بقى زي حتت كده وياكلوا بالهنا والشفا. بقى تقطعي كده بقى مع ايه، حطي بقى 7. شوفوا جميله ازاي يا جماعه. هي بس ساحت مني عشان كانت سخنه، وانا بقى ايه قلت اعمل لهم حاجه مفاجاه بسرعه فاستعجلت. خدتها بقى وحطيتها في الفريزر. بصوا يا جماعه جميله وطريه من جوه. بصوا بسم الله ما شاء الله. تاكليها بقى مع اي حاجه بقى، بيبس، تاكليها مع شاي تحفه. وهشه وجميله كمان. الصوص اللي على فوق ده مش مسكر قوي وغني وفي لبن. تحفه تحفه كريم شانتيه تحفه. جاتو يا جماعه بصوا بقى ذوقوها زي ما انتوا عايزين لان انا فاشله في التزويق، بس جميله. بصوا الهشاشان، انا هوريكم بقى الهشاشان بتاعها. بصوا من جوه، بصوا اللهم بارك. تحفه يا جماعه خالص. بصوا جميله. ودي بصوا قطعوا بقى دي كل ده. تعالى بقى نحسب. شوف جميله ازاي. تقطعي منها بقى مهما تقطعي. ما كلفتش مني الا 50 جنيه. 50 جنيه يا جماعه اقسم بالله 50 جنيه. شوف هتعمل لك كام قطعه جاتوه. اللي عجبه يا جماعه النهارده الكيك او الجاتوه او التورته اللي انا عاملاها سيمبل يعني، حطي لي لايك واشتراك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.